أوفسايد فيو بودكاست يحكي على آخر الأخبار الرياضية في تونس والعالم مع أحمد العريبي. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معنا في بودكاست جديد The Offside View. الجمعة هذه كما تعرفوا كانت الانترناشونال جيم ويك اللي صار فيها الجيم انترناشونال متاع المنتخبات. عنا اليوم دي ماتش اميكو، تصفية لورو 2024 تصفية كأس افريقيا 2024 القادم كوت ديفوار. نعطيو في ساعة ملخص صغير أهم لي ماتش اللي صاروا. انجلترا ربحت ايطاليا 2-1، الدنمارك ربحت فنلندا 3-1، البرتغال ربحت ليechtenstein 4-0، فرنسا بنفس النتيجة ربحت هولندا. تعداو توا تصفية كأس افريقيا 2024 بالكوت ديفوار. أهم الماتشات اللي عنا واللي يهمونا انه المنتخب الوطني التونسي ربح ليبيا 3-0. نذكروا أهداف هيثم الجويني، يوسف المساكني وعلي معلول. السنغال ربحت الموزمبيق 5-1، المنتخب الجزائري ربح منتخب النيجر في مباراة صعيبة 2-1، ومنتخب مصر ربح منتخب الملاوي 2-0. شوف توا أهم المباريات الودية. أهم حاجة الإكسبروا متاع المنتخب المغرب اللي ربح منتخب البرازيل 2-1، منتخب الأرجنتين ربح منتخب بنما 2-0. هذا أهم لي ماتش أميكو اللي صاروا. أهم المعطيات الأخرى اللي صارت في الجمعة هذه، ذكر إنه الإصابة متاع لاعب برشلونة آن كريستنسن، إصابة فرانكي دي يونغ اللي ياسر يلعبوا الكلاسيكو القادم نهار 5 أفريل، كلاسيكو ردور كوبا ديل ري. نذكروا زادة انه بايرن ميونخ بدلت الانترفيور متاعها، تخلت على يوليان نيكلسمان وتعاقدت مع مدرب تشيلسي وبوروسيا دورتموند السابق توماس توخيل. وعلى ذكر تشيلسي نذكروا انه كريستوفر نكونكو مهاجم منتخب فرنسي صحح سيبون في تشيلسي. ان شاء الله ليلتكم زينة وعلى خير.